المولد سيدي مولود المحتجز من قبل البوليساريو نظمت اليوم في أزلال الزاوية البصيرية وفعاليات المجتمع المدني في الإقليم ندوة عن مواصلة التعبئة الشاملة للإفراج عن جميع المغاربة المحتجزين في المخيمات، وقد سبقت ذلك مسيرة احتجاج. محمد الواهبي، علي المرابط وعمر رجليدي. بأزلال تعالت أصوات مريد الطريق البصيري وفعاليات المجتمع المدني مشيدة ومستنكرة. الإشادة بالعمل الشجاع للوطن الغيور السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي أبان عن وطنية الصحراويين الصادقة في تشبتها بذرات وطنها الغالي وفضح أعداء الوحدة الترابية للمملكة، ومستنكرة في الوقت ذاته اختطافه، مطالبة بإطلاق سراحه والإفراج عن كافة المحتجزين المغاربة بمخيمات العارب تندوف. من الأطلس المتوسط نريد أن نوصل رسالة إلى المنتظم الدولي بأن المغاربة كلهم جزء لا يتجزأ، كلهم واحد وراء جلالة الملك محمد السادس. نريد أن نقول لجبهة بوليساريو بأنها اليوم أبانت عن ضعفها، لأنها لم تكن غير قادرة على استيعاب أفكار أناس كانوا يعيشون في هذه المخيمات، واليوم جاءوا وشافوا فعلا ماذا أنجز في المغرب واقتنعوا بخيار الحكم الذاتي. تنظيم هذه الندوة لتضامن مع السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المجاهد البطل الشجاع الرقيبي الذي عرى وفضح الواقع المأساوي لحقوق الإنسان في تندوف وفي الجزائر. أناشد المنتظم الدولي وأؤكد مناشدة المنتظم الدولي من أجل الكشف ومن أجل توضيح ما يقع لأخينا مصطفى ولد سلمى، هل هو حقا أطلق سراحه؟ أسئلة كثيرة تناسلت عن مصير السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود خلال الندوة التضامنية وعن مآل المحتجزين في مخيمات العار فوق التراب الجزائري، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإطلاق سراحه والإفراج عن المحتجزين. هذا قد أدانت اليوم لجنة العمل من أجل إطلاق سراح المصطفى سلمى ولد سيدي مولود التهديدات والضغوطات من السلطات الجزائرية وميليشيات البوليساريو لإرغام المناضل المصطفى المجهول المصير عن العدول عن قرار العودة إلى بيته وأسرته في المخيمات. وحملت اللجنة كامل المسؤولية للجزائر والبوليساريو عن أي سوء قد يتعرض له المصطفى وأفراد عائلته، كما دعت اللجنة بإلحاح المنتظم الدولي والهيئات الحقوقية إلى زيارة جنوب الجزائر على عجل البحث في مصيره والتدخل من أجل إطلاق سراحه حتى يتمكن من الالتحاق بعائلته في المخيمات وضمان حقه في التنقل والتعبير عن آرائه.